السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معانا بقى النهاردة كده أكلة كلها أخضر في أخضر، يعني أكلة غنية بكل الفيتامينات ما شاء الله. معانا بقى شبت، كزبرة، وده السلق بتاعنا. تمام. تلات بصلات وراس توم صغيرة، والأكلة بتاعتنا خبيزة. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا، ادي الخبيزة الورقة بتاعتها طرية وناعمة، والخضار معاها ما شاء الله، يعني مفيش فيها ورقة صفرة. اهم شيء تكون ورقتها طرية وناعمة كده. هنجهز بقى دلوقتي حلة على النار فيها مية تغلي، ونبتدي بقى نحط فيها الخبزة بتاعتنا. تمام. طبعا بقى احنا غسلنا الخبزة بتاعتنا وخليناها زي الفل، يعني هتفضلي تغسلي فيها كده لحد ما تلاقي المية بتاعتها بقت نظيفة ورايقة خالص، مفيش فيها اي شوايب او تراب. عايزة تنقعيها في نقطتين خل. تمام. ونشطفها كويس بعد الخل، وبعد كده نبتدي نسلقها بقى. تمام. هي دقيقتين بالظبط وهتلاقي الخبيزة هبطت شوية في المية. تمام. أكلة مفيدة وجميلة جدا. أهي هبطت اهي. هنبتدي بقى نحط معاها الخضرة بتاعتها، الشبت والكزبرة والسلق. تمام كده. نقطع بقى الخضرة كلها ونسيبها بقى تستوي مع بعضها. هي تقريبا بتاخد لها يجي ربع ساعة. معلش سامحوني على الصوت عشان البرد بس. تمام. هنقلبها بقى مع بعضها كده ونسيبها بقى تستوي. ولما تستوي بقى هنضربها يا في الكبة، يا اما في المصفى. هنصفيها في المصفى على حسب المتوفر معاكي هتستعمليه. تمام كده. هنقطع بقى دلوقتي البصلة على ما الخبيزة بتاعتنا تستوي. نجهز احنا البصلة والتومة بتاعتنا. تمام. هنبتدي بقى نضربها في الكبة. هنحط لها بقى كبشتين مية من بتاعة السليق بتاعتها،
ما شاء الله المية بتاعتها رايقة وجميلة ازاي. هحط لها بقى 3 كبشات من مية السليق، لان طبعا الفايدة في المية. تمام حبايبي. وبعد كده بقى بنزود لها الشوربة، او مش موجود الشوربة بنزود بالمية بتاعتها بتاعت السليق، لان كلها فيها فيتامين. دلوقتي بقى هننزل بالبصل. حطينا طبعا الزبدة وشوية زيت، وهننزل عليهم بالبصلة بتاعتنا. هنحمر بقى البصلاية، واول ما تبتدي تتحمر كده نكون مجهزين التومة بتاعتنا، دقينها كويس مع معلقة كزبرة ناشفة. ابتدت تدبل بقى البصلاية معانا، برضو هنفضل معاه بالتقليب كده لحد ما تتحمر شوية. تمام. هنا لو كنت بحاول اوريكم الكزبرة، بس الاضاءة ما كانتش موضحة. حطينا بقى التومية ومعلقة كزبرة ناشفة، وهنحمرهم مع بعض. ودلوقتي بقى بنفضي الخبيزة في الحلة بتاعتنا، وهننزل عليها بالبصلة بتاعتنا. تمام. تمام. زي الفل. على العيش الفلاحي بقى يعني حكاية، بألف هنا. دلوقتي بقى هنزود الشوربة بتاعتنا. هي طبعا ما بتبقاش خفيفة زي الملوخية، يعني هي بتبقى أتقل من الملوخية سنة. تمام حبايبي. زي الفل. وطبعا زي ما قلنا، مش عايزة تضيفيلها شوربة، ممكن تضيفيها من المية السليق بتاعتها، مفيدة ونضيفة وزي الفل. وده أكلتنا مع شوية رز أبيض، وطبعا المخلل بتاعنا اللي عملناه سوا. وده العيش الفلاحي، وبألف هنا وشفا. يا رب تعجبكم. سهلة وبسيطة، وطبعا مفيدة. يلا السلام عليكم.